صباح الفل. بصوا بقى هنعمل مع بعض النهارده صينية القمر دي. عايزة اقول لكم بجد هواء. هعمل لكم النهارده تتبيلة فراخ مشوية، بجد الطعم حكاية. التتبيلة دي من التتبيلات المميزة جدا اللي هتديكي الطعم والنكهة بتاعت بره بالظبط. وشوية رز بسمتي بجد، حرفيا امشي على الخطوات بتاعتها هتطلعي احلى وانجح طريقة رز بسمتي للمشويات. والفراخ جوسي وشايفين عاملة ازاي دايبة. يلا بينا نشوف طريقتنا ايه. اول حاجه هيكون معايا طبعا هنتبل الفراخ مع بعض. بصلتين مفرومين في الكبه بالمنظر ده، انا مستخدمه 4 توراك. وكمان طماطميتين بالعدد مضروبين، انا ضربهم في الكبه بيوريه من غير ميه خالص، ومعلقه من الصلصه. حابه تستغني عن الصلصه مفيش مشكله، ولكن بتدي طعم حلو وبتدي كمان لون حلو قوي للفراخ المشويه. معانا بقى التوابل بتاعتنا والتزمي بيها. نص معلقه صغيره من الكزبره، كزبره ايوه بتدي طعم حلو جدا، وربع معلقه صغيره من الشطه، والملح حسب الرغبه. نص معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود، ورشه بسيطه من حبهان البودر وورق اللورا المطحون، وكمان معلقه كبيره من بودره الماجي. وبجد ما تستغنيش عنها، كل بتوع بره بيستخدموها حرفيا. وكمان رشه بسيطه من جوز الطيب، وربع معلقه صغيره من البابريكا، بس كده. كمان نزلت معايا معلقه كبيره من المستردة، وكمان نزلت بمعلقه كبيره من الصويا صوص، ومعلقتين كبار من العسل. ما عندكيش عسل نحل يبقى معلقتين كبار من السكر، ما عندكيش عسل اسود. بس بجد بيدي طعم حلو جدا. ومعايا 4 معالق كبار من الخل، وكمان 4 معالق كبار من الزيت. بصي بقى، لو عندك دبس ورمان ضيفي، ما عندكيش انا ما كانش عندي وما ضفتش، وكانت هايله جدا برضو. والتتبيله دي حرفيا بجد تحفه يا بنات. نكون بقى جايبين الوراك بتاعتنا زي ما احنا شايفينها، او الفراخ، ومنغزينها كويس جدا بالسكينه لحد العظم عشان بس تتشرب التتبيله منها. وطبعا انا هتبلها معاكم، يفضل ان انت تسيبيها ليله كامله. ليله كامله وهشتغل فيها تاني يوم، بتبقى الطعم حلو جدا. ممكن تستخدميها في نفس اليوم مفيش مشكله خالص، ولكن بتبقى ما بتسيبيها كده تتبل، بتبقى شربت من التتبيله وتبقى حلوه جدا. بس هنا هرصها في الصينيه بتاعتي مش مدهونه اي حاجه، وتنزلي ببقيه التتبيله عليها توزعيها كده في الصينيه. بصوا بقى يا بنات، تعالوا ركزوا معايا في نقطه التسويه. انا مشغله الفرن دلوقتي على اعلى درجه حراره، فرن سخن جدا. مشغلاه قبلها ب 10 دقائق، سخن معايا. هتحطيها في الفرن لحد ما تستوي تماما. هنا بوريك ان هي بعد ما استوت معايا تماما. بعد كده طفيت الفرن وولعت الشوايه على الهادي خالص لحد ما تاخد معاكي اللون الشوي، وبس كده. وتقلبيها على الناحيه التانيه وهكذا. تعالوا بقى ما اقول لك على احلى رز بسمتي، مش عايزه اقول لك الطعم حكايه. بصوا عشان تعرفوا سر اللون ده، انا استخدمت هنا نص كيلو من الرز البسمتي منقوع في ميه 10 دقائق بنص معلقه من الزعفران، بديل الزعفران الكركم. هتقولي لي الزعفران، هقول لك الزعفران بيدي لون احلى في الرز. انا نقعته لمده 10 دقائق، هيتصبغ بقى من اللون كده. والخطوه دي بتبقى حلوه جدا وبتخلي لي اللون كله موحد. بعد كده جبت الحله معايا على النار، نزلت فيها بمعلقه زبده مع شويه كده من الزيت او معلقه سمنه، براحتك خالص. بعد كده هننزل ببصلايه مفرومه. انا كان عندي ده بصل معايا فلفل اسود ومعايا ملح في الفريزر عندي، فخدت منه معلقه. انت ما عندكيش طبعا بصلايه مفرومه وعليها رشه بسيطه من الفلفل الاسود. وبعد كده هنشوح كده، نزلت باتنين لومي كده مجفف، اختياري بس بيدي طعم حلو جدا للرز برضو. دي كلها منكهات بسيطه، وانا ما بستخدمش فيه توابل كتيره. رز المشويات ابسط من كده بكتير. كمان معايا ورقتين من اللورة، ورق الغار. وبعد كده بقى الطعم والسر كله فصين توم. فصين توم ويا سلام، مش هتحسي طعم التوم ولكن الطعم بيبقى حكايه. نزلت كمان معايا بمكعب من المرقه، وده اختياري، بس بصراحه مكعب المرقه في الخطوه دي وانت بتشوحيه كده ويتحمص كده مع التوابل، مش عايزه اقول لك بيدي طعم روعه جدا. بعد كده شايفين بقى الرز بتاعي. انا هنا الرز نقعته 10 دقائق بالظبط يا بنات، وصفيته كويس جدا ونزلت بيه. شوحي بقى في المرحله دي كويس جدا. بصوا نشوح كده عشان يفلفل معاكي. انا بغلي ميه على النار او شوربه، هتديه مرقه شوربه او ميه. انا استخدمت الميه وكان طعمه حكايه جدا. ولكل كوبايه رز بسمتي كوبايه ونص من الميه، بس كده. هدي دلوقتي مكعب زبده في الاخر او معلقه سمنه، بتديكي ريحه حلوه جدا في الاخر. يبقى لكل كوبايه رز بسمتي كوبايه ونص من المرقه او الميه. بس طبعا لو عندك شوربه يفضل شوربه، بتبقى طعمه جدا. زي ما قلت لكم اديت هنا مكعب زبده او معلقه سمنه في الاخر خالص يا بنات، بتفرق جدا في الطعم. بس بقى هنخليه اول ما يتشرب معانا خالص، ههدي النار وتحطي له الشياطه وتهدي النار خالص لحد ما يستوي معاكي، بس كده. تعالوا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. وهكذا الفراخ، شايفين بقى اللون عامل ازاي. قلبتها طبعا من ناحيتين، ودلوقتي بحط لها طشه فحميه وحبه زيت او معلقه سمنه عليها، واكتمي كده وخدي احلى ريحه مشويات.
وسيبيها بقى على جنب. انا بوريكم هنا الرز، بصوا مفلفل ازاي، شايفين بيلمع؟ الرزيه تحفه. انا بجيبه من عند العطار يا بنات، رز هندي طويل الحبه. هنعمل بقى تركيه كده في الرز والفراخ. بعد جبت الرز وغرفت الصينيه بتاعتي، واديت كمان طشايه فحم عشان الرز ياخد من ريحه الفحم. وكلي احلى صينيه مشويات، الطعم روعه وحكايه. بجد الطعم خطير، مفيش اي حد داق مني الرز ده الا واتجنن على الطريقه. بجد يا بنات جربوها هتدمنوها. وشايفين الفراخ طالعه جوسي ازاي، مستويه ودايبه والعظمه طالعه كده. اتمنى لايك وشير لو عجبك الفيديو، ومتابعه للصفحه واشتراك في القناه.